عاصمة مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد ضمن فعاليات مهرجان أوسكار شمال إفريقيا الدولي في نسخته الثالثة. وتوا باش نستقبلوا معنا ضيف شرف، المدرب الدولي اختصاص العناية بالبشرة وكوافير، عدي عموري. عافية مسي عدي. اوكي. مرحبا بك. مرحبا الناس الكل. تعرفني بروحك أكثر. انا عديل عمور من فلسطين. اخصائي بشرة وكوافير، مدرب طبعا دولي. عندي كلينيك وعندي صالون وعندي اكاديمية ان شاء الله. حتكون بالقريب العاجل شغال ان شاء الله. شرفت فيكم. عايشك. أول مرة تجي تونس؟ نعم صحيح، اول مرة باجي على شمال افريقيا كله، مش بس على تونس. أوكي، يعني إيه. مدابك أول مرة تجي تونس، شنو رأيك في تونس؟ ما شاء الله تونس الخضراء ما شاء الله عليها تونس واهل تونس، يعني ما شاء الله. أنا يعني بحكي أولا عن صفتين. الصفة الأولى إني أنا أجيت زميل لكم بالعمل، واثنين إنه أنا أجيت فلسطيني، إنه التمست حب الأهل تونس لإلي كوني فلسطيني بإشي يعني غير معقول. أكيد أكيد. الأمانة. الناس طياب كثير. كلهم شبابهم نساتهم لما يسمعوا فلسطين أشعر بمحبتهم كثير كثير، يعني من قلبي بعيوني أشوف. والله أكيد أكيد. شرفت فيك. تو عندنا اليوم الثالث من مهرجان أوسكار، وأنت حاضر أكيد من الوهلة الأولى. نعم. أوكي، شنو انطباعاتك على مهرجان أوسكار؟ ما شاء الله مهرجان يعني كثير ناجح، اللي قائمين عليه كثير يعني ما شاء الله بينهم معلمين بلغتنا، نعم. معلمين أساتذة كبار يعرفوا كيف يديروا المهرجانات. مبين واضح من طريقة ال- إدارة المهرجان. مهم. كل احترام، كانت يعني مهرجان يعني كثير منظم، في شغلات كثير حلوة. والأهم إنه بسبب هذا المهرجان إنه إحنا قدرنا، قدرت أنا يعني بصفتي الشخصية لأول مرة أتعرف على زملائي العرب من شمال أفريقيا، من تونس، من الجزائر، من ليبيا والسودان، شفنا ناس، مهم. ومن عندنا كمان الأردن. إيه. فالحمد لله رب العالمين، كانت فرصة كثير منيحة وكثير شرف كبير إني أتعرف على زملائنا من العرب والمسلمين من تركيا كمان. وكمان كان عندي شرف كبير إني أنا أتعرف على أستاذ رئيس الاتحاد الدولي بسبب مهرجان أوسكار. تعرفنا عليه، إن شاء الله ويكون بيننا شغل بالأيام القادمة إن شاء إن شاء الله. الله. ونائبه الأستاذ الدبش من الأردن، ما شاء الله برضه إن شاء الله، يعني كان السبب إنه إن شاء الله نكون عندنا شغل لقدام ولقاءات بإذن الله. إن شاء الله. حضرت يعني مهرجانات كبيرة حتى برا تونس ولا؟ نعم صحيح، إنه كل ناس إلهم شطرتهم يعني أكيد بأمان. أكيد. أهل يعني أنا حضرت في الأردن مهرجانات كانوا برضو لا بأس فيهم، لا بأس. جيد. أهل ما شاء الله شاطرين، وأنتم كمان ما شاء الله شاطرين، شكرا وكل العرب شاطرين. شكرا شكرا. لو تجي إن شاء الله دعوة مرة أخرى لتونس تقبلها ولا؟ طبعا وأنا مغمض بقبلها وأنا مغمض أكيد 100%. وإن شاء الله هو كانت أول خطوة لإلي على تونس، بس مستحيل تكون الأخيرة. إن شاء الله. مش بس عشان شغل الأمانة، عشان التمست محبة ناس هم صاروا إخوتي وإخواني، ففيش حدا بيقدر يتخلى عن إخوانه فراح أكيد. نضل نيجي نشوفهم على الصعيد العملي والصعيد الشخصي كمان إن شاء الله. شنو انطباعاتك على اللي قدموه المدربين؟ ما شاء الله عليهم أساتذة كبار، ما شاء الله عليهم. آه، يعني أساتذة كبار، ما في انطباع لما نحكي أساتذة كبار، مهم. ما ضل أي تعليق. نو كومنت. أنت كمدرب، كيفاش تنصح الشباب اللي يحب يتبع مجال الجمال والتجميل والكوافير بصفة عامة؟ والله شوفي إحنا يعني هاي الصنعة على في مجال الشباب. مهم. نحكي الصراحة، في بعض خصص بمجال أخصائيين البشرة، نحكي كوافير موجود، الكوافير من يوم الكوافير مهم. رجالي موجود وعادي. بس إنه يجي شاب يكون هو أخصائي بشرة أو يشتغل بالسكين كير والأمور هاي، في بعض حالات تشوفها إنه الشاب يعني بتحسس في هذا الأمور. صح. أنا بنصحهم إنه هذا يعني نظرة خاطئة كليا. مهم. السكين كير هي زيها زي أي علاج ممكن أنت تعمله لبشرتك وعناية للبشرة. مهم. النظرة الأولى لأي شخصية إنسان هي بتكون بمظهره الخارجي. المفروض إنه إحنا
تكون شغلنا الواحد يعتني بحاله، لأنه هو النظرة الأولى إنه يعكس صورته وشخصيته. أكيد بود إيه. أكيد. خلي لك كلمة حرة سي بسام مدام أسماء. يعني ما شاء الله عليهم أستاذ بسام دريرة ومدامته اسماء، ما شاء الله عليهم، يعني تو كابلز ما شاء الله عليهم. الله يوفقهم ما شاء الله. يعني مبين إنهم تعبوا كثير، ومبين إنه واضح إنهم بيحاولوا قدر الإمكان يوصلوا فكرة معينة عندهم للعرب كل، والله يوفقهم من زايد لزايد إن شاء الله. أستاذ عدي، شكرا على وجودك معنا.